السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. النهاردة الفطار مختلف، أو الغداء أو العشاء، الوقت اللي حضرتك تحبي تعملي فيه التحفة الفنية دي، يبقى لازم تجيبي ثمرة رمان وثمرة بتنجان وتيجي معايا على مطبخ أكلة وسهرية عشان أوريكي التحفة دي اتعملت إزاي. وأقربها لك الكادر قريب قوي علشان تشوفي الصورة قد إيه واضحة ولذيذة. والعين، أنا عايزة أكل الطبق ده، أنا عايزة أكل طبق البتنجان ده حالا. طبق البتنجان ده مغذي مشبع لذيذ حلو جدا، ما فيهوش اي دهون غير حوالي معلقتين 2 من زيت الزيتون، معلقه اهي ومعلقه حطيناها مع التتبيله. اتعمل ازاي الطبق ده؟ وصل للطريقه التحفه الفنيه دي؟ يبقى حضرتك لازم تنوريني في قناه اكله وسهريه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. النهارده الاكله مختلفه، هنعمل بتنجان بس بطريقه انا واثقه ان هي اول مره تشوفيها واول مره تجربيها. طيب، محتاجه بتنجانه بس تكون كبيره وتكون مطوله كده عشان هنعملها بطريقه مختلفه. طيب، اول حاجه وانت بتختاري البتنجان، الشرطه دي كده بتقولي ان البتنجانه دي ما فيهاش بذر، بتقولي ان البتنجانه دي انثى، بتقولي ان البتنجانه دي لحمها من جوه طري. طيب، هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اشيل الحرف ده، مش هشيل العنقود بتاع البتنجان كويس. وهنا هنبدا بقى طريقه البتنجان. اولا محتاجه فلفل اخضر وفلفل احمر، ومحتاجه توم. طيب، الفلفل ده ميكس بين البارد وبين السبايسي، يعني ده سبايسي جدا وده بارد جدا. هحتاج الاتنين. ازاي؟ امسك البتنجانه من فوق كده، هفتحها فتحه كده لجوه، بس مش هوصلها لا من فوق ولا من تحت. واول فتحه هبدا احشي فيها فصوص التوم، فص اهو وفص اهو. هنفتح فتحه تانية بالشكل ده، سيبي حته من فوق وسيبي حته من تحت بالشكل ده كده. وهبدا اضيف فيها الفلفلايه. هتاكلي فلفل مشوي مع بتنجان مشوي مع توم مشوي، يستحق ان انت تجربيه. طيب، هعمل الناحيه تانية بالشكل ده. من فوق اسيب من فوق حوالي 2 سم ومن تحت 2 سم، وهبدا اضيف الفلفلايه. هبدا فتحه هنا تاني، احط فيها فصين التوم. هاخدها على النار بقى، هشويها، هشوي البتنجان وهشوي الفلفل وهشوي الثوم، وبعدين هقولك هنعملها ازاي بطريقه حلوه جدا. كل حاجه هتتشوي مع بعض، الثوم والفلفل والبتنجان، وهتاخدي احلى طبق بتنجان موجود على قناه اكله وسهريه. شايفه بتنجانه اتشوت مع الفلفل ومع البتنجان، والريحه تحفه. التوم لما اتشوى بقى تحفه. طيب، قطعه من ورق الاسترتش هغطيها بيها بس علشان تطرى، واقدر اقشرها بطريقه سهله جدا. دقيقه واحده بس كده اغطيها، وبعدين هنقشرها مع بعض سهله جدا. هبدا اقشر البتنجان. طبعا الفلفل اللي اتشوى ده هنضيفه، الثوم برضو اللي اتشوى. شايفه الثوم في قلب البتنجان ازاي؟ شايفه الثوم؟ مش هرميه طبعا، هاخده زي ما هو كده. الثوم المشوي ده ريحته وهم. الفلفل اللي اتشوى برضو بعد ما قشرناها بالشكل ده، والفلفل والثوم المشوي بالشكل ده، نبدا بقى نهرسها كلها مع بعض. والثوم احنا مش هنضيف عليها توم تاني، هو كفايه الثوم المشوي. ريحه الثوم يا جماعه خطيره.
والفلفل المشوي هنهرسه برضو معاها كده بالشكل ده. وهنبدأ بقى مع بعض كده نتبلها. معلقة من الطحينة، معلقة من زيت الزيتون، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الخل. وانا واثقة ان حضرتك هتاكلي اطعم طبق بتنجان ممكن تعمليه. انا لو انت ما اكلتيش بالطبق بتنجان بالرمان، طعمه مش خطير. لا انا مش هينفع اقول، انا عايزاكي انت اللي تجربيه. يعني عارفه سويت اند صور، يعني حلو مع لذيذ مع حامض، طعمه يستحق ان انت تجربيه. هو طبق بتنجان مش عايز اي حاجه خالص، التقديمه بتاعته دي وكفايه العناصر الغذائيه اللي موجوده فيه، هو مش عايز اي حاجه تاني. ضيف عليه شويه زيت زيتون. يا سلام يا سلام يا جماعه على الطعم والشكل لما تعملي فطار مختلف، صحي، مشبع، لذيذ، مش مكلف خالص. اكيد احنا عندنا ثمره رمان في التلاجة وثمره بتنجان في التلاجة، الاتنين دول هاتيهم وتعالي معايا على مطبخ اكله وسهرايه عشان اقولك طبق البتنجان التحفه ده اتعمل ازاي. صورتهولك من قريب جدا علشان تشوفي الجمال وتشوفي تناسق الالوان. زيت الزيتون مع الرمان مع البتنجان عملوا طبق صحي مشبع لذيذ مختلف جدا. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.